مين اه. معه سامي؟ سامي. مرحبا مرحبا، معلش انا ما هلا اقدر. سامي. اول شيء السلام عليكم ورحمه عليكم الله. السلام حبيبي هلا. سامي. انا ما اقدر اطلع فيس لاني انا بنام الان، بس شفت اه. بثكم فعندي كلمتين حاب اتكلمها لو سمحتم. تفضل يلا. تفضل خي سامي. كلامي موجه لحسين. ايه تفضل. حسين، هل انت مشترك او منتقد؟ بفهم او شيء كبدايه منتقد. عشان اقدر اناقشك. منتقد طبعا. منتقد. نعم. انا اليوم سمعتك تقول ان فلان خط احمر، هذا مو منتقد. لا لحظة، مين هو خط أحمر؟ بدون ذكر اسماء. انت تعرف انت ايش قلت؟ انت اليوم تقول فلان خط احمر وسامي هو الغلطان. أنا هيك اي اليوم؟ نعم. اي نعم، انا سامعها اليوم. بعد ما طلعت لايف أنا اليوم. قبل امس انت قلت امبارح أمس الكلام طلعت هذا. لايف، طبعا. ايوه. فكيف منتقد يقول فلان خط احمر؟ المنتقد ما عنده اي انسان خط احمر. طيب. صح ولا انا غلطان يا فيني حسين؟ رد؟ تفضل. اوكي. انا امبارح يلي صار، انا لما كنت بلايف وجدان وكنت انت عم تتكلم مع فارس. مهم. اول شغله، فارس تركته يتكلم وسيف تركته يتكلم، انا ما تكلمت. كيف؟ حلو. الصوت عم يروح ويجي من عندكم. طلعت باللايف انا تبعي، قلت انا معروف عندي وجدان خط احمر عندي. يلي عمله سامي غلط، بتمنى وبعرف انه سامي ما عنده الا الاخلاق ليطلع ويعتذر من جمهور وجدان. ووجدان اذا هو غلط مع وجدان، وين الغلط؟ يا ثانك يو. حلو. طيب انا بجاوب الان. تفضل. انت على اي اساس حكمت ان سامي هو الغلطان؟ اوكي. لما نحن عم نشوف الفيديوهات يلي عم توصلنا انه مثلا سامي قال بده يفضح وجدان، سامي قال بده يقول شو عملت مثلا مع خلف الكواليس مع شخص ما بلا ذكر اسماء وكذا. انا هون طلعت وضحت، قلت لا هذا الكلام، وسامي يمكن عاد تحمس وقال هالكلام، ولا الاشخاص يلي مع احترامي الشديد يلي كان طالع معهم ممكن حمسوه، اما في شيء صار معه غلط. وتكلمت مع سيف بهذا الموضوع انه غلط سامي ما بيعملها، لازم اذا عمل شيء غلط لازم يطلع يقول. انا حاسس حنفوت على الحمام مع هيدا. حاسه الصوت فايت على صدى من التواليت. مين؟ الصوت صدى من مين؟ من عمل له عنده كتم هذا. لهيدا ناصر، ما بعرف شو NACER. عمل له كتم كده لانه كده الصدى الصوت من عنده. كويس. اوكي. كده ايه. الصوت كويس. نعم. طيب. اول شيء شوف يا حسين، انا تفضل. ما ادري تتقبل النصيحه ولا لا؟ اكيد. طيب. انت كناقد عمرك في حياتك لا تقول فلان خط احمر. انت ناقد. حتى سامي، شفت هذا اللي قدامك الان اللي قاعد يكلمك، انتقده باحترام. انتقده، خذ راحتك. انا تفضل. اقول لك اياها الان، انتقده. لكن يوم انت تطلع كناقد وتقول فلان خط احمر، هذا انت مو ناقد، انت ايه. منحاز. اوكي. صح ولا انا سامي. غلطان؟ مظبوط. اذا شوف، اذا انا غلطان قل لي. انت الان، انا معاك الان، قل لي اذا انا غلطان، انت قول لي انت غلطان. لا بس لحتى افسر لك، بس لا معك حق 100%، اللي عم تتكلم مهم. فيه مزبوط. بس انا شو قلت؟ انا من اول ما طلع البرنامج حبيت وجدان. انا قلت بس بتعرف انا شو قلت؟ انت اذا اكيد مش يعني فاضي تقعد تحضر كل لايفاتي. انا شو قلت؟ قلت من اول البرنامج انا كثير حبيت وجدان عندي حسين خط احمر، ولكن الا بالبرنامج انا بنتقد كل المشتركين. انا هيك قايل. مهم. حلو. فاللي حصل طيب. مثلا هلا تفضل. فينا اعطيك مثلا، انا هلا كنت عم بتكلم مع سيف، يعني صار في صريخ وعيط انه يا سيف انت عم تنتقد بعض الاشخاص، وبعض الاشخاص مش عم تنتقدهم. صار انا وياه كنا عم نتكلم بهذا الموضوع، يعني كمان نفس الشيء. طيب. شوف يا حسين، بقول لك حاجه واحده. تفضل. والله شوف، هذا انا ترى احترم الكل واعز اكيد الكل. سواء انت ولا سيف يعرف الكل غلاطه بتحترمك يا عندي سامي. انت اكيد. انت لا، انا انت بتعرف غلاوتك يا سامي. اكيد. لكن انا اقول لك اياها يا حسين، هذه نصيحه مني لك. تفضل. ممكن تكون انت يعني لك خبره في التيك توك اكثر مني. ما فهمت؟ عندك مشكله، توازي، ما عندك مشكله. وعندك خبرة أكثر مني. لكن أنا كإعلامي وكإنسان دارس الإعلام في أمريكا ومتعلم، أنا أنصحك هذه النصيحة.
نعم. الناقد في حياته عمره دائما يكون مو منحاز لأي شخص، هذا واحد. اثنين، الناقد لازم يكون يمتلك قلب قوي لا يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى، وينطق بكلمة الحق سواء كان على فلان ولا على غيره. انت اذا تبي تحكم الغلط على مين ولا على مين عندما تسمع الاثنين، لكن انت يوم تسمع من طرف واحد وتجي تبني على انك سمعت من طرف واحد، هذا لا، غير صحيح يا حسين. ايه انت سامي، لازم تسمع من الطرفين. مزبوط تفضل. معك حق. بس انا شو اللي صار، انا ماشي. لما عم يجيني الفيديوهات وعم بسمع سامي شو عم يتكلم، وانا ماني معود على سامي يتكلم هالطريقه، فانا لما عم بنتقد سامي انه سامي منه هيك، لا سامي لازم يطلع لانه هو انسان كويس بالنسبه لي وانا بحبه، فما حارضى انا يصير في مشكل بينه وبين وجدان عشي يمكن هو ما بده يقوله. طيب قالوا غلط. طيب شوف، انا بقول لك حاجه واحده. تفضل. الفضايح هذه او من الفضايح، انا عمري اشوف الفضايح، ما انا قلت ابين الحقائق وليس الفضايح هذه عيب ترى. واي رجل، حتى انا لو اعرف ان مثلا، خلني اقول لك مثلا عشان ما اجيب اسم احد عشان ما يقولون هو يقصد فلان، انا اقول لك ندى. نعم. في احد في المشتركين في السيزون الاول والثاني اسمه ندى؟ في ايه. ولا لا؟ ايه. طيب خلني اقول ساره. في ساره؟ لا. اوكي حلو، انا نقول ساره. زين، انا نقول ان ساره انا اعرف عنها فضايح. انا رجولتي وشرفي وادبي واخلاقي امام العالم وامام الناس ما تسمح لي اني اتكلم عنها. لو اعرف اسرار عنها مستحيل اني افضح، عيب. انا قلت ابين الحقائق وليس الفضائح. الفضائح يا اخوان عيب، اللي يتكلم بشرف البنات عيب. اما اللي يطلع امام الكاميرات هو يفضح بنفسه هذا كيفه. لكن أوكي. اني انا كرجل اني اتكلم بفضيحه على بنت يعني مثلا شرفها، مستحيل هذه انا اسويها. ليس من رجولتي وليس من اخلاقي اني اسويها. طيب. لكن يا حسين، هذه انا ما احب يا ريت. اتكلم. هذه اخر كلمه. يا هذه خليني اكمل بس كلمتي عشان تفهم. تفضل. هذه اخر كلمه انا اقولها برنامج قسم ونصيب، خذها مني. غيرنا الوان. انا اقول لك حاجه واحده. تفضل. انت يوم يكون عندك صاحب، انا ما اتكلم عن احد معين، ارجع واقول لكم اياها للجمهور ولكم انتم، انا اتكلم بشكل عام عشان نوضح السالفه. بس انا ناقشك انت، لاني انا جيت هنا خصيصا عشانك انت. يوم شفت البث ولقيتك موجود هنا قلت خلاص خلني اتناقش معاه شويه قبل لا انام. والله العظيم اني بنام وعندي تصوير بكره. لكن ابى اقول لك اياها. وين انت التصوير؟ عيد الميلاد شو؟ ما في عيد ميلاد؟ اي عندي لا تصوير بكره الصباح، وهطلع واروح وحلق واضبط. ميلادي يوم في الليل، انتظرك مستنيك انا. لكن يا حسين انا اقول لك اياها. اذا عندك صاحب ويحبك ويعزك زين وشاف منك غلط، وين يروح هذا الصاحب؟ اوكي. يروح السوشيال ميديا ولا يروح لك في الخاص؟ انا اسالك انت، انا ما اسال احد، انا اسالك انت. انت عندك صاحب دقيقه. سيف مو هو صاحبك؟ اوكي. صار بينك وبينه عتب خلاف، اوكي. تجي في دائما الخاص ولا تجي؟ طيب حلو، تجي في الخاص ولا تفتح انت اللايف وتقعد تتكلم، او انك تشيل الفولو عنه او اي شيء؟ وين تروح؟ خاص. صح. نعم. دائما ركز يا حسين. ما عليك من ردة الفعل. لكل فعل في الحياة ردة فعل. حلو، لكل فعل في الحياة ردة فعل. انت ما عليك من ردة الفعل، ممكن تكون قوية، انت اسأل عن الفعل. اوكي، فانت يوم تحب صاحبك وتخاف عليه تجي وين؟ تجي في الخاص وتعاتبه. لكن انت تخيل انك انت تنام وتقعد وتلقى سيف مسوي لك انفولو، هل انت تجي تعاتبه ولا تسحب عليه؟ بعاتبه بالخاص. مسوي لك انفولو امام العالم، والعالم كل انسان له وجهة نظره في هذه الطريقة. زين، وفي ناس ما تقبل. في ناس، شوف انت ممكن انسان سلس اوكي وتحب انك صاحبك وتتعاتبه بالخاص. انا انسان احترم نفسي واحترم كرامتي. اللي يسوي لي انفولو والذي لا اله الا هو ما يرجع لو تقوم القيامه. طيب بس انت يا سامي، انت لما طلعت انت عم تقول انه انت ما بتحكي على مثلا بنت ولا شيء، انا اللي تفاجأت منه انت قلت
انه انا حكيت انه انا بفرجيكي وين كنت انت، سافرتي ولا ما سافرتي مثلا بهذا المعنى. بالضبط. السفر هذا مو طيب فضايح، هذا مو كيف شرف الفضايح؟ يا حسين. انا ما قلت مو شرف، انا ما قلت شرف، ها، اجل قلت اجل له انا فضائح بفضحك انت عادي. وعلي. لا لا، شوف انك الكذب، انا اسولف عن الكذب فقط لا غير. اما ايه انه الشرف، وعلي. اما الشرف والله ما في رجل عنده رجولة وكرامة وشهامة يتكلم على شرف امرأة مين ما كانت. هذه خذها قاعدة. الإنسان اللي عنده عزة نفس وعنده كرامة وعنده كبرياء وعنده عروبة ما يتكلم على شرف البنت. أي بنت في الحياة حتى لو كانت البنت ساقطة ما يتكلم عليها. طيب بس الجمهور شو فكر لما انت قلت لهم انه انا بفضح وجداني وعلي الجمهور كيف صار في شوف الجمهور يقصص على كيفه ويضغط على كيفه. انت انسان واعي، انت انسان منتقد، انت انسان المفروض تعرف الحقائق قبل لا تتكلم. مظبوط، بس مش عم بتكلم عن وصلت على وجدان، حسب وصلت لوجدان، وجدان فهمتها بطريقتها من وراء الجمهور اكيد. اوكي، هذا الجمهور، هذا الناس. انا يوم شفت سيف انا عزه واغليه، اوكي، حلو. هو يعرف معزته عندي. نعم. لو يجي شخص الان او يرسلوا لي فيديو لسيف يقول سامي ساقط، انا ما ادري ايش قال قبل الكلمه هذه. ممكن يقول سامي قال كلمه حلوه، قال ساقط، ما ادري يمكن لها معنى ثاني. انا اجي استفسر من سيف في الخاص، اقول له انت ايش اللي صاير يا سيف، علمني. ما عجبني كلام سيف، ما عجبني ردة فعله، عرفت انه الكلام فعلا صحيح، انا سويت له فول وقلت له مع السلامه. طب ما هي ذاتها كان فيك تتكلم. انت رد هلا بس خلص كلام وانت رد برجع انا بحكي. إيه، سامي كان إيه. فيك نفس الشيء، هي مثل ما كان فيها تسالك، ما انت نفس الشيء كان فيك تسالها هلا انا عم ما بدي اكبر الموضوع، بس كان فيك كمان تسالها على الخاص ليش شلتي لي الانفولو مثلا. نحن عم نتناقش، طيب. ما فيها تكبير موضوع، عادي عم لا نتناقش. لا لا اكيد عارف لا احنا مو سالفتنا الطرف الثالث الله يسامح. انا اسولف مع سيف، انا همني سيف مع حسين وسيف. انا ما اتكلم، انا بس نسولف عن الموضوع. تدري شلون؟ غير الموضوع، حط الطرف ثالث، حط اسمه ساره. اسم زين، ثاني، اسم ساره. اسمه ساره، اوكي. نعم. طيب نعم. ساره هذه، طيب هذه ساره يا سيف يوم شالت الانفولو، هل هي شالته بيني وبينها ولا امام الجمهور؟ امام الجمهور. كيف تبيني انا ارد خاص؟ بس هي ما شالته عنك، بس شالت عن كذا حدا. ما يا حسين هذا مين دخل؟ السلام ما بعرف. شوفوا لي حل يا اخوان مع هذا عشان عليكم نتكلم. السلام حبيبي، عليكم السلام. افتح له جوله خي، افتح له جوله، حرام بيكون بده جوله هذا، افتح له جوله. طيب حطوا له ميوت، افتحوا له جوله، بس حطوا له انا ميوت. حطيت 100% افتح له جوله. يا حرام، يلا اي حطوا له جوله. عمو طيب حرام. افتحوا له. طيب الله لا يرزقك. افتح، دعموا اللي يقدر يدعمه. الله يرزقك. الله يرزقك ان شاء الله يوفقك. سيف ايش قلت انت كلمتك عشان اعلق عليها؟ رجع لي فيها اللي حسين. تفضل. لا حسين انت كنت اوكي. حسين انا بالنسبه لي لا حسين دقيقه يا سيف. حسين نعم. ايش قلت الكلمه عشان لا تستفسر تقول لي انت ايش؟ عم اقول هي انت شلت الفولو اول شيء من قبل. هلك من عن قبل. ساره. اي عن ساره من قبل. هذا عشان ردة فعل انت تعرف ايش هو البث وما بث، انتهى الموضوع هذا. اوكي. لكن انت تسولف عن الان. نعم. انت تقول شالته عن كل المشتركين، صح ولا لا؟ نعم. هل شخصيات العالم تتشابه؟ لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع يا حسين. نعم. الانسان عنده شخصيته، انا انسان عزيز نفس. انا لو الكينج يشيل لي انفولو، انا اشيل له فولو ولا اعتبره شيء. هذا انا شخصيتي. إيه. حر فيها انا. زين، انا حر فيها. انا ما عندي كبير الا الله في حياتي. الكبير هو الله، هذا انا أكيد في حياتي. طبعا. حلو. في بعض المشتركين يرضون بهذا الشيء ويقولون ساره شالت عني الفولو، انا بساره بس ما ادري ليش هذا كيفهم، حريتهم. هو يرضى بالخضوع، هو يرضى بالذله، هو يرضى كيفه. انا ما اتحكم بالناس، لكن انا اتكلم عن شخصيتي انا ما اقبل اي انسان يشيل الفولو عني وانا اظل ساكت. مين انت؟ انت مين ما كنت؟ طب ما مين ما كنت معها؟ فيها تشيل هي الانفولو ساره وانت تشيل الانفولو عادي. حلو، بس طيب هذا يصير بالاتفاق. اوكي انا والله يا سامي انا ساره مو عاجبني انت ولا انا حبتك، خلينا نشيل الانفولو عن بعض، السلام عليكم، انتهى كل شيء الموضوع. عم بده ينزل لي نزلوا لي يا حرام. انتهى الموضوع. لكن انت تنام تمدح بفلان وتنام وتصحى
تلقى مفولو هذه باي تاريخ، هذا انا مقبل. اوكي. فانت دائما ركز عن مين اللي بدا بالسبب ومين اللي بدا، عشان يوم تقول انت الحق الغلط على سامي. لا تغلط انسان انت ما عرفت او ما كيف تغلط انسان عنده ردة فعل. هو ما لو سوى فعل انا معك حق، انت تغلطه كيفك، لكن انسان يسوي ردة فعل وانت تغلطه يا حسين، هذه مش حلوة ترى، مش حلوة لك كناقد امام العالم. العالم تاخذ تصريحاتك، تاخذ انتقادك بمحمل الجد. فانت يوم تسوي هذه الحركة العالم يقولون لا هذا منحاز، هذا مو صاحب حق. شوف ان انا انفع اكون ناقد في حياتي، تعرف ليه؟ لاني ما اعرف، لا اخاف لا من فنزات ولا اخاف لا من اي احد، والله لو اقعد ما عندي الا فانز واحد او متابع واحد، انتقد هذا انا زين. فانت عشان تكون ناقد حقيقي وصريح امام الجمهور لازم تكون انسان لا عندك خطوط حمراء مع سامي اولا قبل لا يكون مع الناس الثانيه، عشان ما حد يزعل. سامي اولا يغلط انتقده، وانت انتقدتني كذا مره وانا طلعت وقلت بوجهه نظره وانا احترمها. طيب عمري ما غلط. مظبوط. عمري غلطت عليك يا حسين؟ لا. عمري قلت اوه هاجمني يهجموا علي يا متابعيني؟ ولا مره. عمري ما سويتها. لكن مظبوط. الانسان اللي ما عنده ثقه بنفسه، وما عنده ثقه في حاله، وما عنده ثقه في كبرياء وكرامته، هو اللي يهاجم. انا انسان عندي عزه نفس وعندي كرامه وعندي ثقه بنفسي، زي كذا ما هاجم. انت تنتقدني يا حسين، انا اقول لك والله السالفه كذا. لا انتقدني، خذ راحتك، انت منتقد يا حسين. انا اقول لك اياها اليوم وبكره وبعد بكره، واقول لها حتى للجمهور اذا يسمعني، لا تهاجمونا اذا انتقدني، بادب واحترام. والله انا شفت سامي في الحلقه الفلانيه سوى 1 2 3، انا اشوف انه هذا غلط، المفروض اني اسوي زي كذا. انت ناقد، انا بحترمك واحترم وجهه نظرك، انا كمشترك اطلع وارد لك، اقول لك لا انا سويت كذا لاجل كذا. فهمت كيف؟ انا ما هاجم ولا عفوا على المقاطعه، بس بدي اقول لك شغله عن حسين. تفضل. حسين انتقدك على الفعل تبع امبارح بس ما هاجمك، يعني ما كان الانتقاد بطريقه مش ولا تكلم ولا قلت شيء. يعني انا اقول لك اياها. انا اقول لك اياها. كمل يعني كمل انا بس انا حبيت اوضح الفكره. لا انا اوضح. وسيف نفسه انتقدني برضه. ما سيف اسالك بالله، عمري جيتك وقلت لك ليش انتقدتني؟ لا والله. جوك جمهوري هاجمك؟ لا بالعكس، حتى جمهورك يا زلمه لما يجي بده ينتقد اول البرنامج كان ينتقد بكل احترام. عسل يا زلمه. تعرف ليه؟ اللي عم شوفه هلا حلو. تعرف ليه يا سيف؟ تعرف ليه يا حسين؟ لأن الراقي يظل حتى فنزينه راقيين. صاحب الأخلاق يظل حتى فنزاته أخلاق واحترام ومحبة. أنا دائما أقول لهم حتى في الجروب، ينتقدني حسين، ينتقدني سيف، ينتقدني فلان، في أدب. أكيد. لا تقولوا كلام مش حلو. أكيد. عادي خلوه ينتقد وأنا أقدر أرد عليه في كل أدب. بس هذه والله هذه نصيحتي لك، أنا أقدمها لك كأخ، واحترمك واحترم الموجودين كلهم. لا. بس حبيت أقدم لك هذه النصيحة، تقبلها من أخ لك. لا بالعكس أكيد جمهورك راقي وجمهور وجدان راقي. بدك ترد يا حسين، مش بدك ترد. أنا بس بدي رد إنه سامي عم يقول أكيد جمهور راقي مثل تصرف سامي، أكيد هذا الشيء. وجمهور أكيد جمهور وجدان راقي مثل وجدان راقي وفارس، وكلهم بالنهايه راقيين. انا بالنسبه لي وكلهم جمهورهم راقي بالنسبه لي. بس بعدني انا اكيد مع احترامي الشديد لكلامك كلياته، بعدني على نفس الموقف. انا ما انتقدت، انا حكيت عن، ولكن عندي اكيد بعدني عندي وجدان خط احمر، عندي كمحبه لوجدان فقط، لانه انا وجدان كثير بحبها او تعتبرني. طيب شوف بقول لك حاجه واحده مع احترامي لك. فضل. انا انسان صريح، تقبل مني. تفضل. سيف اساله الان مين اقرب الناس لك من السيزون 2، يعني قابلك وشافك وصرتوا اصحاب انت وياه؟ مين؟ سامي زين. ومع ذلك ما قال سامي خط احمر. ايه هو هذا رايه. لا انا قلت لانه منتقد. انا قلت سامي عين وجدان عين،
انا هيك قلت شفت؟ امبارح إيه وببقى إيه على هو قال الحياد. كذا. ببقى على ايه الحياد، هو على الحياد. بشترك بالصفحه، شوف، ولكن اي والله شيء والله خاص والله شوف، باعتقاد اثنين ما بقرب عليه. انا هيك. بالضبط. بس يا سيف، انا انصحك نصيحه، انت كناقد، انت عندك سيزون 3 وممكن ما هذول حكون ما صاحبي مع يقصرون. حدا، قلت لهم ما راح اكون شوف صاحبي شوف مع حدا. شوف مع الحسين، انا اقول هذا الكلام، انا عارف رايك يا سيف، انت قلت لي اياه تكلمت معك. لكن يا حسين انا اقول لك اياه، انت عندك سيزون 3 وممكن يكون 4، لان ما شاء الله الاتراك شغالين مظبوط. زين. فانت يوم تكون كل سيزون مثلا تقول هذا خط احمر، هذا خط احمر، انت مو منتقد، انت متابع، انت فانز. فانت حدد موقفك من الان، هل انت منتقد ام انت فانز؟ الفانز انا يختلف. منتقد، أنا- ولكن مع محبتي الشديده لشخص معين هو بالبرنامج. سيزون 2 هي وجدان. كلنا نحب الكل، كلنا نحب الكل، لكن انا لو منتقد اسب اخويا لو يطلع على غلط. لا انا ما اخويا في شفت اخوي اذا جاب. صراحه يا سامي انت صريح مظبوط. معليش يا سيف، والله أنا يا صريح حسين، يا سامي، ما معناته تزعل مني. معناته معلش، انا احترمك، انا اقول لك ماني زعلان منك، بس معناته لا تسمي أنا نفسك صريح. منتقد، سمي نفسك لا انا فانز لوجدان. ممكن انا صح فانز ولا لوجدان، غلطان؟ ما عندي مشكله. ايوه خلاص ما كذا، عندي انا عرفت الان. أوكي. ما عندي مشكله. كذا انا عرفت الان، واحترمك واحترم وجهه نظرك، واقول حبيبي. لك شكرا لك. شكراً. انا فهمت الان، يعطيك العافيه قبل- وشكرا لكم. بدي اقول لك بس هلا. شغله قبل ما نروح. يعني لك هلا امرون. هي قدام الناس انا بقول لك اياها. انا بالنسبه تفضل. لي بتمنى اوكي اذا في سوء تفاهم هلا، بتمنى انه هذا سوء التفاهم ينحل، لانه نحن كلنا، انا بعتبر نفسي نحن كلنا فريق واحد، ان كان ادم ولا سامي ولا وجدان ولا فارس. يعني هول اربعه انا بالنسبه لي كان يعني فريق رائع وحلو كتير، والجمهور حابين بعضهم. فيا سامي بس هيدا الله. بس فكر بهيدي النقطة. أنا ما رح أقول لك أكثر من هيك، ما بدنا نحكي أكثر. ان شاء الله ان شاء الله بكره فكر. يوم ميلادي ونتقابل انا وانتم ونسولف إن شاء بهذا الموضوع باذن الله. الله. شكرا لكم، شكرا شكرا للجميع. سامي، شكرا. الله يعطيكم العافيه حبيبي. واتمنى لكم التوفيق وتصبحون على خير، وسامحوني حبيبي. على الاطاله. بالعكس، شكرا. السلام عليكم ورحمه الله. العفو هلا ولو. حبيبي سامي، الله يلا يعطيكم. بشوفك بكرة. كل عام وأنت بخير. يا على فكرة عم بيقولوا لي عندك كل عام وأنت بخير. وانت بصحه وسلامه حبيبي، الله يسعدكم جميعا. يا هلا، حياكم الله. يسعدك. يا هلا. اطلع جاي جوز انسان. بدك تفتح لايف يا سامي، افتح لايف. هون ما في يطلع جاست، بدي يطلع لايف. ايه اوكي. مين يا سامي؟ بده يطلع لايف يعني؟ لا ما هو مفكر انه فيه يطلع جاست، ما فيك تطلع جاست. ثانك يو سامي. على راسي والله جيش فرح والله. كملوا التحليل. هي روسية سعودية، خلص مشي لنا اياها. ايه عم بيقرب علينا هيدا. انا محايد. لازم تطلع لايف يا سام، تفتح لايف مش جاست. اذا ربحتوني بقول لكم دعاء لمين رح تصوت. يلا عن جد؟ والله العظيم بقول لهم عرفت والله. ثانك يو ما حدا يدعم، خلوه يربح. ما حدا يدعم، خلوه يربح. ثانك يو لكم. يلا 28 سنه بليز، خلينا نربحوا. بليز خلينا نربح. يلا شكو خلينا يربح. نربح يا جماعه بليز. هلا حقول راس لكم. البصل شكرا، يعني عن جد والله شو بدي لك راس البصل، شكرا والله شكرا. خلاص راح. سامي لايف، يلا حنخلص الجوله ونبعث له لسامي. بدك تطلع مع سامي يا حسين؟ عادي اكيد. اوكي. يعني مش ما يكون في احراج لك او شيء يعني. ليش بده يكون في احراج؟ شو ما في مشاكل انا وسامي، بالعكس. اوكي خلص ربح. اوكي بدي اعطيك حكم. تفضل. نطلع مع سامي بس ما بتعصبوا لسامي. انا بعصبه رقم. ما انت هذا بتعرف حكم. انه ما بعصبه. لا هذا حكم. لا ليش بدي اعصبه؟ بالعكس انا شايفني مثل الاشخاص هوليك. ما هيك؟ اكيد للكل. لا اكيد لا. عم تقول اوكي. عيب. هيدا اللي بيحكي هيك، هيدا يعني بكره، يعني اللي انت ليش يعني هو مثلا في ناس من فانزات فارس حيعصبوا وحيسبوه حيسبوا له اخته وحيسبوا له امه. طيب انت عم تجيب المسبه لاهلك ليش؟ لك عم تجيب المسبه لاهلك ليش؟ شو خص اهلك؟ وتاني شغله انا في شيء ما فهمته بالموضوع. طب ما انت يا اكس عرفتي بالموضوع، ليش طلعتي عم تقولي انه لا ما بالحلقه عم تقولي عم تدافع انه انا ما بعرف بالموضوع؟ لا بتعرفوا الموضوع كلكم. وزكيه طلعت لعندك وحكيتك. طب كيف؟
ما عم بفهم شو اللي عم يحصل. كيف؟ ورود يا جماعه لو سمحتوا، ورود 21 ورده من كل حدا ورده. ورود يا جماعه، يلا. ورود لو سمحتوا، ورود 2800 ورود. اوه ليك 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 من كل حدا ورده. ايه ورود لو سمحتوا، ورود 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 ورود. شو يلا. قالت لك زكيه؟ لا بحكيك على الخاص. هذا الشيء بحكي على الخاص. ايه لا بحكي على الخاص. ايه اكيد. هلا بسالك بس اربح. يلا يلا لحظه هلا ورده بعد. لا 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 ورده 3 ورود 3 ورود 4 ورود. يلا 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 4 ورود بسرعه. 4 ورود 3 ورود 3 ورود 3 ورود 3 ورود يا جماعه 3 ورود. مليون. روح على الدبل، روح على الدبل. وردتين اوه تارجت. حلو حلو حلو. فتح الدبل فتح الدبل بتحسه ما سكر الدبل. فتح بس الدبل. بتحسه اخر شيء بيسوي بيفتح. تربل اخواتي، اقتلوا المتعه. تربل بليز. اقتلوا المتعه. ليك اللي صار انه انا زعلت كثير. اللي صار رح في شغله لازم تعرفها. في اوه يلا 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 كبوا يا جماعه، كبوا والله ما يربح. يلا كبوا اللي صاير. ايه ثانك يو سامسونج، ثانك يو رنا، ثانك يو لكم سابرينا، ثانك يو كلكم. خلينا نكب مانتوس. ثانك يو. اللي صار هو انه ثانك يو. انا لما انت بتطلع باللايفات وتجيب سيره بنت ولا تجيب سيره يا اخي ما بيصير. وتاني شغله ما فينا نقول على امنيه فلبينيه وما بعرف هالكلام مش حلو. عيب والله عيب يا اخي. كيف عم تجيبوا كلكم يا اخي كلكم عم تتكلموا عنه بصل ما بيأثر. قولوا عنه بصل ما بيأثر، بس انه ما بتقول عنه هديك يعني عيب. هلا انت هون عم تخرقها مش عم تزبطها. لا يا اخي هن انت كمحلل روح احكي اللي بدك يا اخي. انا مثل ما انا كنت تقول عن غير ناس ما بعرف شو تقول. انت كمحلل ما حدا خصه فيك، انت مش بقلب البرنامج. بس هن بقلب البرنامج ما بيصير يهينوا بعض، ما بيصير. خلي عندكم احترام. سيزون 2 قاعد معهم بالفيلا. شو قاعد معهم بالفيلا هو هيدا؟ انا عرفت عن مين عم تحكي هلا. ففي شيء غلط عم يصير خي. والله ما عرفت. مسبسبه. هذا بيحكي عن ام هذا بيحكي عن اخت هذا بيبعت جمهور هيدا. خي ما بيصير. هذا بيقول له انزل على الحلبه وهذا بيقول له بشوفك هون. يا خي والله ما بيصير يا خي. عرفونا. بس لحظه، حقه فارس، حقه يقول له خيي مش انت بتقول بدك تشقني شق. ما قال له بدي شقك شق. قال له طيب مش بدك تعال على الحلبه. طيب ما هن كانوا برا، كلهم كانوا برا، التقوا برا، ليش ما شقوا بعض؟ ما كانوا لانه ما كان سامع شو قايل عنه البصل، بس البصل كان عارف شو قايل عنه فارس وما عمل له شيء. ولكن انا عرفت انه كلهم قعدوا مع بعض وصفوا القلوب وما عادش في حكي من هالحكي. قالوا كلهم لا لحظه. مين ما كان معه خبر؟ لا مستحيل تغير عسامي. لا معه خبر. كان معه خبر، ولكن هن صفوا القلوب كلهم سوا على اساس انه ما بدهم مشاكل، بدهم يكونوا كلهم احباب. انا وقت كنت بتركيا صفوا القلوب على اساس يكونوا كلهم احباب. فلا بدهم مثل ما بيقولوا للجمهور وهذا الترندات وهذا على اساس انه خلص ما يصير في مشاكل. هلا فارس ما كان معهم، فارس كان بتونس. مزبوط. الحكم الاول. سؤال نحن بنسال اسئله ما يعني بدي اقول له لحسن جيب فقوس بصلي على راسك مثلا او شيء. ما عندي اول شغله اكيد عيب يعني مش حلو بحقه يعني. سؤالك. سؤال زكيه ثبتني. لا بالعكس. قالت انا ما برد على سيف فقط. انه هي مستواها اعلى من مستوى سيف هيك قالت؟ ما قالت هالكلام. هي قالت انا ما حرد على سيف. هو طلع تكلم عني كلام مش حلو، انا ما حرد عليه فقط. اوكي. ما ثبتك ولا جابت سيرتك بالغلط. شو قالت؟ انا هذا سؤالي. لا ماشي. هو عم بيقول لي هيك شو قالت؟ شو عم يقولوا لك؟ قالت لحتى تكون عم بيقولوا لي قال انا اصلا مستواي مش من مستواي لرد عليه، هيك قالت. اي قالت انه مستوي. مزبوط قالتها مزبوط. هو صراحة عن جد مستواك مش مزبوط. بس هي ما شتمت يا حبيبي. مش من مستواك لاني انا مستواي اعلى بكتير وانت تحت. هي ما شتمت تحت. مني. هي انا عم برد بنفس الطريقة. انا عم برد بنفس الطريقة. مزبوط. انا مستواي كتير. هذا اللي كنت عم بتكلم فيه انا يا سيف. انه انت لما هو قال عنك مثلا انت رجال ولا صرت رجال ولا بعدك مرة، ما تشتمه، طلع رد عليه بالمثل. ولا ما تجيب سيرة اخته، طلع رد عليه بالمثل.
لحظة شوي بدي اقول لك شغلة حسون. هو قال اتضحك على فانزاته امبارح وقال لهم انه انا بالحلقة قلت انه لانه كان فارس قال ليك الكذب لوين. قال فارس عم بيعرفني على اخته وعم بيجرب انه إيه. يصير في انا علاقة اتكلمت بيني بالموضوع. وبين لحظه عمى بقلبك يا انا زلمة. انا حاتكلم عمى حسوب. شو هلا هيدا؟ انا حسوب انا وياك هلا انت بتعرف انا وياك شو فيه مزبوط. انا وياك قعدت انا وياك وزوجتي وكذا وقعدنا فيديو كول، بتطلع بتتكلم بتقول للعالم انا شفت كذا كذا اذا تخاصمت معك. لا يا زلمة، شيء هذا شيء ورود اخواتي من كل حدا وردة، من كل حدا 26 وردة، بليز، 26 ورده بليز. من كل حدا 26. وردة. فانا بس بدي اقول لك شغله يلي عم يصير هيدا لحتى تفهم الجمهور يلي عم يصير. يلي اول شغله في شغلتين بدك تعرفها يلي عم يصيروا، انه في اشخاص انا شفتهم وبحكيك على الخاص، 6 اشخاص عم يعملوا جروبات هن واشخاص انت بتعرفهم حنتكلم فيهم بعدين. امبارح وصلت الساعه 3 الصبح الاخبار عم يعملوا جروبات وعم يفتنوا بين الجمهور كله. المكب وردة كب وردة، بين بسرعة الجمهور بسرعة، كله. المكب وردة كب وردة. انا شو قلت مين بالله؟ ومين؟ قلت يا جماعه، قلت يا جماعه اذا علي ما بيعرف بهالموضوع يا خي يحكيني خي، انا بقول له مين هن الاسماء. خلاص خلص دغري خلصت 16 ثانيه. فانا قلت إذا ما بيعرف بدي اقول لك أنا شغله يا حسان، إيه. انت بتعرفني انا شو رايك انه على الارجح داري بالموضوع ومبسوط قاعد عم يضحك انه اذا عم هذا الموضوع كان بيعرف فيه علي يا علي ايوه بيعرف فيه، اذا ما بيعرف بيعيش فيه علينا ما بيعرف فيه. ما هو يلا عيشوها دور اليوم الضحيه. بطلع اكيد باللايف. عيشوها دور الضحيه ولك خنفوس منك له انتوا والبصل تبعكم، ما تعيشوا دور الضحيه. ليك بدي اقول لك شغله، انا اليوم زعلت من صفا كثير مع محبتي الشديده لها، زعلت منها كثير. من صفاء؟ ايه طبعا ليش شو عملت لك صفاء؟ لا يلي صار مع امنيه عيب. قصدك ميا؟ لا يا خيي صفاء. بالحلقه قصدك؟ ايه ميا على فكره حسان بدي اقول لك شغله عن ميا عن جد والله انت بتعرفني رح لك شو والله صار. عم تمزح معك، هي بتضحك والله والله الجمهور لك بتمزح معك يا زلمه. اللي صار الذكيه حكيت لي قالت لي يلا بدي اطلع اوكي، وهون قالت لي هي بنفس الوقت امراه ولا انسه. هلا بكره سميناها ليك لا والله مش قصدها هيك انه عم تقول لك استاذ، مش قصدها تقلل منك. انا تساءلت يعني الحق علي، انا تساءلت اذا انت، بس هي ما بس حرام والله. ليك لانه ميا بس تعرف عليها والله العظيم بتصير تحب تلعب معها كل يوم. انا تقريبا كل يوم بلعب انا وميا والله العظيم، راسها كثير حلوه ميا. اكيد عادي والله اكيد. فلا امنيه وصفاء اليوم زعلت من صفاء كثير لانه اللي عملتها حركه اللي عم تعمل كثير زودتها. ما بعرف شو عم يصير، بس فاتت امنيه تغيرت صفاء. نساله هيك احسن. صار في شيء غلط. خلينا نربح يا جماعه 36، خلينا نربح، خلينا نحن نسال مش هو يسال، نحن بنسال بنعطيه احكام. بعطيه 3 احكام بقول منهم وحده، ما تعتلوا هم احكام سلخ. بس بدنا فوق ال 2000 بدنا فوق ال 2000 لنسال. سلخ انا مستعد اعطيه سلخ احكام سلخ والله العظيم. حسين بعد شوي هقول لكم انا مستعد شلحه ثيابه بس يلا. لا بس احكام سلخ، انا بنعطي احكام سلخ يا جماعه. بسرعه احكام سلخ. 2000 على السريع يلا لك يلا يو 0 خلص. ما في 2000 حاول مرة أخرى. كمل ما شو بدك تقول لي؟ لا عن جد نتحدث يعني. اللي صار إنه هي تغيرت خيي، بس فاتت أمنية صار في عندها شوي صغيرة يمكن شوفت حال، أما عم تفرجي إنه لا قالت على نيكولا. هلا قالت لي ميا، قالت لي خيي عندها غيرة مش طبيعية. هلا سنو وايت عندها غيرة مش طبيعية. مظبوط. عندها غيرة مش طبيعية. هلا جاوبتني ميا على الموضوع. خيي المشكلة يا سيف، المشكلة إنه هو صار يعلمها، هو غرب كل شيء غلط. غرب